صاحبي وصديقي وعزيزي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك ويا هلا بيك في فيديو جديد من برنامج كريم أو من قناة كريم. بعتذر مرة واثنين وثلاثة ومليون على إني بتأخر بإن أنا أنزل فيديوهات، ولكن يا صديقي أنا آسف جدا والله. الفترة اللي فاتت ما زلت مسحوم، ما زلت مضغوط جدا في شغل بتاعي، في الكلية، في الدراسة، في المذاكرة. آسف جدا على التأخير في الفيديوهات، وإن شاء الله بإذن الله ادعي لي دعوة حلوة كده إن أنا أستمر في الفيديوهات وإن أنا أكمل إن أنا أنزل فيديوهات وأنزل فيديوهات باستمرار. بحاول على قد ما أقدر والله إن أنا أنزل فيديو، كل ما ألاقي نفسي فاضي أروح أصور فيديو. المشكلة في المونتاج بياخد وقت كبير جدا، ولكن anyway هلا والله وعدنا من جديد. فيديو النهارده ان شاء الله هيبقى مهم جدا وهيبقى قوي جدا، وحرفيا الكونتنت اللي بتكلم عليه في القناه هنا عن الفيديو اللي هتكلم عليه النهارده قوي جدا وبيجيب مشاهدات او بيجيب فيوز ومهتم للناس او حاجه مهمه للناس. الناس بتحب تتفرج الكونتنت اللي بنزله من النوعيه دي. ان شاء الله بدون مقدمات كتير او بدون رغي كتير، في الفيديو بتاع النهارده ايه اللي هيخليه مميز او ليه هيبقى الفيديو بتاع النهارده مميز. لان احنا يا صديقي هنتكلم في الفيديو بتاع النهارده عن قصتي مع الانجليزي، ازاي اتعلمت انجليزي، ليه اتعلمت انجليزي، فين اتعلمت انجليزي، امتى اتعلمت انجليزي، واخدت قد ايه علشان اتعلم انجليزي وادخل على اسباني. هنتكلم في كل الكلام ده وهنتكلم في كل النقط دي في الفيديو بتاع النهارده، فيا ريت تركز معايا كويس جدا قبل ما نبدا الفيديو. بلس يا صديقي خليك كريم قبل ما نبدا الفيديو، سبسكرايب في القناه وفعل خاصيه الجرس. ثانك يو فيري ماتش يا برو. اوكي يا صديقي، علشان خاطر الفيديو بتاع النهارده هيبقى حكاوه او هنحكي الحكايه بتاعتي، هنخلي الفيديو مش اوفيشال خالص او مش رسمي خالص، ان شاء الله هندردش مع بعض. anyway انا محضر الفيديو بتاع النهارده في كذا نقطه. اول حاجه عايز اتكلم عليها الخلفيه اللي انا جيت منها او الباك جراوند او الحاجه اللي انا اتربيت عليها او الحاجه اللي انا اتعلمتها من صغري اللي ليها علاقه بالانجليزي. ثاني حاجه هنتكلم عليها العقليه بتاعتي وازاي غيرت العقليه بتاعتي من ان انا بدل ما اخد كورسات اونلاين وان انا ادفع فلوس وان انا اروح سناتر وادفع فلوس كتيره جدا علشان اتعلم انجليزي، لا غيرت العقليه للدرجه اللي تاهلني ان انا اتعلم حاجات كتيره جدا كلغات، كسوفت سكيلز، كمهارات تجيب لي فلوس بعدين من غير اي فلوس، والموضوع فري جدا والموضوع من النت ومن البيت كمان. ازاي غيرت العقليه دي. ثالث حاجه عايز اتكلم عن الوقت اللي غيرت فيه العقليه دي وخدت قد ايه علشان اغير العقليه دي، علشان اغير من العقليه بتاعتي ان انا لازم اخد كورسات اوفلاين وادفع فلوس ان انا اتعلم اي حاجه انا عايز اتعلمها ببلاش جاست فري. اوكي يا صديقي، خلينا نتكلم في اول بوينت هنتكلم عليها وهي الخلفيه بتاعتي. انا يا صديقي الحمد لله البيت اللي انا طلعت منه او اخواتي اللي اكبر مني الحمد لله معظمهم متعلمين او كلهم متعلمين، فبالتالي لو هنتكلم على موضوع الانجليزي ده كل اخواتي المتعلمين اقل واحد او كلهم حرفيا اجمعوا ان انا لازم اتعلم انجليزي. انا فاكر من ثالثه اعدادي او يمكن من ايام الاعدادي او الثانوي او بدايات الثانوي اخواتي اللي اكبر مني يعني بسم الله ما شاء الله كلهم كانوا بيقولوا لي اتعلم انجليزي، لازم تتعلم انجليزي، والانجليزي ماده اساسيه والانجليزي هو المستقبل. انا في الفتره دي من حياتي ما كنتش اتخيل كده، كنت اقول يا عم عادي يعني فاهم. كانت عقليه الشباب او عقليه ان انا عايز العب وان انا عايز امشي واروح واتفسح واجي، ما كانش في دماغي عقليه ان انا لازم اتعلم انجليزي وان الانجليزي ده مهم جدا. كان بالنسبه لي عادي، ولكن حرفيا كانوا مصرين جدا جدا في كل جمله او في كل قاعده نقعدها في البيت لازم تتعلم انجليزي. انت لو عايز تحسن حياتك او لو عايز تحسن مستوى حياتك لازم تتعلم انجليزي. الانجليزي اولا واخيرا لازم تتعلم. عايز احمد ربنا في البوينت دي لان البوينت دي او الحته دي من تربيتي مع ناسي او من تربيتي في البيت ده نمت عندي حته ان انا لازم اتعلم انجليزي، بحيث ان انا دخلت الثانوي قبل ما اطلع من مرحله الثانوي وادخل مرحله الكليه حرفيا انا لازم اتعلم انجليزي. اي كليه دخلتها، اي كليه انا هدخلها، اي حته انا هروحها، ولكن الاربع سنين في الكليه لازم استغلها واتعلم انجليزي. المنتاليتي دي كانت عندي ايام الثانوي. لما حسيت ان الانجليزي مهم حبيت الانجليزي لدرجه ان انا قلت ان شاء الله مش هفوت الاربع سنين غير لما انا اتعلم انجليزي. يعني الانجليزي ده اولا واخيرا لازم اتعلمه. اي مكان انا رحته، اي كليه انا دخلتها، اي قسم انا رحته، اي دراسه انا بدرسها لازم بجانبها يبقى الانجليزي. فانا لحد ثالثه ثانوي كنت مقتنع جدا جدا الانجليزي ده لازم اخده في حياتي، لازم الاربع سنين بتاعت الكليه دي اتعلم انجليزي. والحمد لله يعني جت الاربع سنين وخلاص بتخلص واتعلمت انجليزي الحمد لله يعني. اوكي، العقليه بتاعتي ان انا لازم اخد كورسات اوفلاين وكورسات ابو 2000 جنيه وابو 3000 جنيه وابو 1000 ونص علشان اتعلم حاجه، اي حاجه مش شرط الانجليزي، كانت معايا من ثالثه ثانوي. يعني من ثالثه ثانوي لحد ثانيه جامعه انا حرفيا باني المنتاليتي بتاعت اللي هو يا جدعان علشان انا اروح اتعلم انجليزي او علشان اتعلم اي حاجه ان جنرال، اي حاجه في العموم، اي حاجه تجيب لي فلوس بعدين او اي حاجه تطور من حياتي لازم ادفع فلوس، لازم اروح الكورس اوفلاين، لازم اروح السنتر، لازم اروح الريسبشن، حد ادفع له فلوس، ادفع له 1000 ونص 2000 ايا كان المبلغ علشان يعلمني الحاجه دي. ولكن وحرفيا انا في الفتره دي للاسف كنت اسمع ناس اتعلمت الحاجات دي من غير ما تدفع فلوس، تقول يا عم ازاي انتوا عندكم المنتاليتي دي او ازاي عندكم العقليه ان انا اقعد مثلا نص ساعه او ساعه او حتى ربع ساعه على التليفون بتاعي او على الجهاز بتاعي اتعلم في حاجه. الموضوع بالنسبه لي في الاول كان مرهق جدا وكان حرفيا استحاله يحصل، استحاله ان انا اقعد نص ساعه الجهاز اتعلم في حاجه. فلما كنت بسمع الكلام ده لا طبعا انا استحاله اعمل الكلام ده، انا ان شاء الله هروح كورس اوفلاين هدفع له 2000 جنيه وهيعلمني الحاجه دي وزي الفل انا في 3 شهور. دخلت سنه اولى في الكليه انا باني العقليه دي وقلت ان شاء الله لازم اروح كورس اوفلاين. رحت
واشتركت حرفيا في كورس كان اونلاين هو، ولكن كان كورس مدفوع. انا الفكره بالنسبه لي ان انا لازم ادفع فلوس، فدفعت فلوس في الكورس ده فرق ايه على حسب ان هو هيعلمني. خلاص انا دفعت فلوس تقريبا كانت 500 جنيه او مش فاكر، قلت خلاص الكورس ده هو اللي هيعلمني يا معلم. الكورس المده بتاعته كانت 3 شهور. انا بعد اول شهر بخيت، وهي دي كانت بدايه الصحيان او بدايه ان انا افوق لنفسي، واللي هو لا انت ممكن تتعلم مع نفسك. المهم ان انا بعد اول شهر في الكورس حسيت ان الموضوع رخم. كنا بندخل ميتنج على زوم والاستاذه تشرح واكتر من حد يوضحها واسئله كتير والكلام ده، ما تاقلمتش مع الوضع فسبت. سنه تانية كليه خدت كورس بدايه كل حاجه حرفيا. كورس كان البيزكس بتاعت 5 حاجات، كان البرمجه والفوتوشوب والسوفت سكيلز وحاجتين تانيين انا مش فاكرهم، ولكن هو كان بيقول لك يعني هو بيعرفك عن المجالات دي بتتكلم على ايه. يعني انا فاكر كورس الفوتوشوب وما ادانيش غير كام تولز بس اتعلمها والباقي سابهولي، لان هو بيعرفك المجالات بتاعتها. وخدت برضه HTML وسي اس اس في البرمجه، بيعلمك المجال بتاع البرمجه ده بيتكلم على ايه. هو دي بدايه ان انا ممكن اتعلم على من سنه ثانيه. الترم الاول اتغيرت العقليه بتاعتي من عقليه ان انا هروح كورس اوف لاين وادفع فلوس الى العقليه اللي خلتني اتعلم انجليزي ببلاش من غير ما ادفع ولا مليم في بيتنا. سنه ثانيه الترم الاول الحمد لله فقت لنفسي والعقليه بتاعتي اتغيرت، وقلت الحمد لله، وقلت ان شاء الله باذن الله شئنا ام ابينا انا لازم اتعلم انجليزي، مش هخلص السنتين دول غير لما اتعلم انجليزي. جبت النوتس بتاعتي وحكيت المرحله بتاعتي او حكيت ان انا ازاي اتعلمت انجليزي في الفيديو، هسيبه لك هنا. ودي كانت بدايه تغيير المنتاليتي وبدايه حرفيا تغيير حياتي. وانا من بعد ما غيرت المنتاليتي بتاعتي دي، هو الموضوع في الاول كان في الانجليزي اللي هو انا هتعلم الانجليزي مع نفسي في البيت بس، ولكن والله سبحان الله لما اشتغلت في الانجليزي ولما لقيت في ديفلوب او في تطور في الانجليزي بتاعي، وهاجي لحته التطور دي دلوقتي، لقيت نفسي لا دماغي بتفتح لحاجات كتير او دماغي بتفتح لحاجات ثانيه. لا انا مش هتعلم انجليزي بس، لا انا هروح اخد تعليم مثلا جرافيك ديزاين، هروح اسمع الكورسات بتاعه الجرافيك ديزاين وادخل على كورسات. خلصت دي ودخلت الحته مثلا سوفت سكيلز، خلصت موضوع السوفت سكيلز لقيت نفسي عايز اتعلم لغه ثانيه، اللي هو طب واي نوت، رحت اتعلمت البيزك بتاعه الاسباني. ممكن برضو نعمل فيديو عن قصتي مع الاسباني. لقيت نفسي العقليه بتاعتي ان انا ازاي اتعلم نفسي بنفسي ولوحدي، دي غيرت لي حياتي وغيرت لي المحور بتاع حياتي كله. بقيت مفيش حاجه اقول عليها صعبه او مفيش حاجه اقول عليها مستحيله. لا يا برو، انت شهر شهرين بالكتير جدا الحاجه اللي انت تفتكرها مستحيله يا برو انت والله ربنا يكرمك فيها وهتلاقي نفسك في تطور او في حاجه ملحوظه في حياتك وفي مستواك في الحاجه اللي انت قلت استحاله انك توصل له. اوكي، الموضوع بتاع ان انا اتعلم انجليزي لوحدي مش كان بالسهوله اللي انا بقول لك عليها، لان انا قعدت شهرين او 3 شهور. انا حرفيا يعني تقريبا انا ما كنتش ملاحظ تطور ملحوظ. قعدت تقريبا شهرين او 3 شهور انا زي البهيمه، يعني ما عارفش لسه بانبوت او ان انا بدخل معلومات، بسمع انجليزي، بكتب نوتس، بكتب كلمات، بكتب جمل، بكتب جرامر، بكتب حاجات كتير جدا، ولكن الاوتبوت او ان انا اطلع المعلومات اللي انا اتعلمتها في الفتره دي ما كنتش بطلعها. الموضوع بالنسبه لي كان نفسي شويه في الحته دي او في الفتره دي من حياتي، اللي هو مفيش تطور، طب انا ازاي، طب انا مش عارف ايه. ولكن الحمد لله بعد عون الله او بعد فضل ربنا وكام صاحب، الحمد لله كام صاحب اتعرفت عليه مهتم بانه يتعلم انجليزي، فالحمد لله بقينا نشد بعض. يعني اكلمه يا صديقي انا مش قادر اكمل، يا عمي فكك انت مستواك ما شاء الله عليك، طب جرب نفسك، شوف من شهر كنت فين النهارده كنت فين. اشتغلت ادادي او ان انا اخد نفسي على هواها واخليها تزج معايا ان انا اتعلم انجليزي، لحد ما وصلت لمرحله ان انا شفت او دقت التطور بتاع الانجليزي ده بنفسي. الحته دي ادتني البوش ان انا اكمل وان انا اكمل في الانجليزي لمستوى يخليني اقول ان الحمد لله 80% من الانجليزي انا الحمد لله بيجي معايا. فدي مرحله كبيره جدا جدا ومرحله قويه جدا جدا. صدق ما فكرتش في الجوله بتاعت الفيديو هتبقى ازاي. بس يا صديقي وسبحان الله والله الناس اللي انا كنت اقول عليها ان هي ازاي بتقدر تستحمل او ازاي بتقدر تتعلم، الناس دي من كوكب تاني. لا انا يعني الحمد لله بقيت من الناس دي وما شاء الله الموضوع ممتع جدا. يعني الموضوع مش عايز اقول ان هو صعب ومش عايز اقول ان هو سهل، ولكن لما تدوق التطور بتاعك في الحاجه اللي بتتعلمها والحاجه اللي انت قلت عليها مستحيل انك تتعلمها، والله يا صديقي البوش بتاعك او الفرحه بتاعتك وفرحتك بنفسك اولا بتديك بوش او بتديك دفعه انك تتعلم حاجه واثنين وثلاثه، وربنا بيكرمك بعد فتره بتحس ان في تطور في الحاجه الجديده اللي انت اتعلمتها، فبيديك بوش انك تكمل. وانت بقيت معاك المهاره، انك تعلم نفسك بنفسك. الموضوع ما هو الا والله تقريبا ورقه وقلم او لابتوب ووصله نت او حاجه عليها نت تتعلم منها. عايز اختم الفيديو واقول ان قصتي مع الانجليزي وان ازاي حاولت ان انا اعلم نفسي بنفسي انجليزي ببلاش حرفيا غيرت محور حياتي. مش جاست في الانجليزي، انا بقول لك في حاجات كتير جدا اتعلمتها بناء على المهاره او بناء على الحاجه اللي بيها ازاي علمت نفسي انجليزي. والحمد لله بقى فكيت من حوار السناتر واللي هو لازم اروح السنتر ولازم اروح مواصلات ولازم ادفع ماني. لا الموضوع يا باشا حرفيا اقسم بالله بداياتك في اي حاجه او بداياتك في تعلم اي حاجه لو بدات مع نفسك لوحدك بورقتك وقلمتك او باللاب بتاعك والقلم بتاعك يا باشا انت اللهم بارك. بعدين انت ممكن تروح تشتغل في اماكن الحمد لله والفضل لله جدا جدا حصلت معايا، رحت اشتغلت في اماكن بفلوس بمهارات انا اتعلمتها بنفسي مالهاش علاقه بالكليه اصلا. خلي بالك دي مهارات انا اتعلمتها لوحدي والحمد لله دلوقتي بروح في مكان بشتغل وباخد فلوس على الموضوع ده. برضه بشتغل شويه فريلانسنج بس ايه ان شاء الله تظبط معانا. فزي ما قلت لحضرتك يا صديقي المنتاليتي اللي هتبنيها من انك تعلم نفسك بنفسك او انك تتعلم
اي حاجه مع نفسك لوحدك هتغير محور حياتك حرفيا، ومفيش حاجه هتقدر عليك بعدين. انت بعدين اي حاجه عايز تتعلمها او اي حاجه نفسك كنت بتقول مستحيل انك تتعلمها، بعد ما اتعلمت المهاره انك ازاي تعلم نفسك يا باشا دوس، هتلاقي نفسك بتدوس في الحاجه دي ومحدش همك كمان. انا كده خلصت قصتي مع الانجليزي ودخلت في شويه حاجات تاني، ولكن اعذرني يا صديقي الكلام جاب بعضه، اسف جدا لو طولت على حضرتك. في اخر الفيديو عايز اقول لك ما تقولش بكره وابدا في الحاجه اللي عايز تتعلمها، وما تقولش ان انا لازم اروح اشترك في كورس علشان اتعلم الحاجه دي، لان والله يا صديقي الكورس ده لو ب 20,000 وانت ما طورتش نفسك بنفسك مش هتتطور. الكورس ده ما هو الا بيديك البيزكس، ولكن اولا واخيرا انت اللي بتقعد مع نفسك. انت بتقعد في الكورس ساعتين، ولكن لما بتروح انت بتقعد مع نفسك، فلو ما طورتش نفسك في الفتره اللي انت بتقعدها مع نفسك مش هتتطور خالص. هيك في اخر الفيديو عايز اقول لك ثانك يو فيري ماتش فور واتشنج اند سي يو سون يا برو. ان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي هحاول اقول قصتي مع الاسباني، هحاول اقول ازاي اتعلمت البيزكس بتاعت الاسباني، اتعلمت البيزكس وليس اتعلمت الاسباني كله، هحاول اقول الحته دي. في اخر الفيديو عايز اقول لك ما تنساش بقى تسبسكرايب في القناه وتفعل خاصيه الجرس. في اخر الفيديو ثانك يو فيري ماتش فور واتشنج اند سي يو سون يا برو.